أهلا أهلا يا حلوين، باليوم الرابع من تحدي خسارة الوزن قبل رمضان. كتير متحمسة نكمل وبلشت أشوف نتائج الحمد لله. اكتبولي انتم كيف ماشيين بالتحدي أو لسه. بلشت بوجبة الفطور بعد ساعتين من الاستيقاظ من النوم. هي عبارة عن بانكيك، هرست موزة صغيرة، ضفت عليها 2 بيض وشوية من الفانيلا وكمان أكيد بيكنج باودر. ممكن نستبدل الموز بملعقتين من الزبادي لو انتم ما بتحبوه. حضيف شوية قرفة طبعا علشان أعدل مستويات سكر الدم، وكمان حستخدم 4 ملاعق من دقيق الشوفان. لو عندكم شوفان حبة كاملة عادي اطحنوه بصير زي الدقيق، أو نستخدم كمان دقيق القمح أو الدخن أو أي نوع انتم بتحبوه. حرك كل المكونات مع بعض، هذا هو القوام المطلوب، ما رح نحتاج أي مادة سائلة. وعلى مقلاية حامية حنبدأ نشكل بالبانكيك، ولما نتأكد انه استوى من الجهة اللي تحت نبدأ نقلبه وهيك بيكون استوى. وبهذا اليوم كانت الوجبات الأساسية الثلاثة مشبعة كتير وفيها فواكه، فلغيت السناك وفقط اكتفيت بالوجبات الأساسية. وهذه نصيحتي لكم، لما بتكون وجباتكم الأساسية مشبعة ومرضية لرغبتكم ما في داعي ناخد سناك إلا عند الحاجة، ونكتفي بالمشروبات الساخنة زي الشاي القهوة بدون سكر. وبعد ما استوى البانكيك بدأت أزينه بنص حبة من الموز، ممكن زينوه بفراولة أو أي فاكهة متوفرة عندكم. كمان ضفت شوية من العسل للتزيين، وبهيك جهز معانا ألذ فطور ما بتتخيلوا قديه زاكي وبغير النفسية، وكمان ما بحسسكم انتم محرومين أو عاملين دايت. فلازم تجربوا هيك وصفات بالنظام الغذائي تبعكم علشان ما تحسوا بالملل وتتحمسوا انكم تكملوا كل يوم وتتحمسوا للوصفات أكتر. وأنا متعودة دائما أخذ البانكيك مع شاي أخضر، كتير مفيد وكمان في مضادات أكسدة وبيقلل الالتهابات في الجسم، بالتالي بيكون الجسم أقوى إن شاء الله، وبيقلل بساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع. هذه الوجبة غنية بالبروتين وغنية بالألياف، فبالتالي بتشبعنا لوقت طويل تقريبا من 4 ل5 ساعات بعدها. كتير مشبعة ومفيدة لمقاومة الأنسولين وخسارة الوزن. بعد 4 ساعات بلشت بوجبة الغداء. ما كنت جعانة كتير، ولكن أنا دائما بيكون عندي الجوع خفيف، ولما أخلص التصوير والوجبة بيكون الجوع وصل لأقصى درجاته. فأنا هذه نصيحتي لكم، ما تخلوا الجوع يصل لأقصى مرحلة بعدين تروحوا تشوفوا إيش حتاكلوا، لأنه هنا حنختار أي حاجة سريعة وممكن تكون مش صحية ومش أفضل حاجة وما بتشبعنا. فبلشوا تحضروا وجباتكم من بدري علشان أول ما تحسوا بالجوع الشديد تكون جاهزة الوجبة. وصفة اليوم حتكون لحمة مفرومة مع البتنجان والبطاطا كصينية، وحدخلها بالفرن. ما بعرف انتم ايش بتسموها، فاكتبولي بالتعليقات. احنا بنسميها صينية البطاطا والبتنجان. ففي البداية بنجيب حبة بتنجان كبيرة بنقشرها وبنقطعها قطع شوية خميرة علشان تكون مبينة، والبطاطا تكون رفيعة علشان تستوي بطريقة أسرع. وهاي الوصفة كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد تقريبا نص ساعة وبتكون جاهزة. جهزت الصينية حضيف فيها الخضار، فقط حنضيف البتنجان وكمان البطاطا، عليهم حنضيف اللحمة المفرومة وأي خضار متوفر عندكم. ممكن نضيف بصل، ممكن نضيف طماطم، فلفل رومي، اللي انتم بتحبوا. كل ما زادت الخضار كل ما كانت الوصفة مشبعة أكتر وكل ما كان فيها قيمة غذائية أكتر. ولكن ضروري نضيف مصدر بروتين، وكالعادة ممكن نستبدل اللحمة المفروم بصدر دجاج أو كبدة، أي نوع مصدر بروتين نقدر نضيفه بهاي الوصفة بدل اللحمة المفرومة. والحلو بهاي الوصفة إنها كتير مشبعة لوقت جدا طويل، يعني فيها كمية خضار كبيرة، فبالتالي بتعطينا ألياف وبنشبع بطريقة أسرع، وبتكون وجبة مرضية ولذيذة جدا. وكمان حضيف فلفل حار إذا أنتم ما بتحبوا الفلفل الحار لأنها كتير كانت حراقة فما تضيفوه. فضفت تقريبا نص واحد، وكمان بصل أخضر. زي ما حكيت لكم تقدروا تضيفوا أي خضار أنتم بتحبوه. دائما احرصوا إنه يكون الوجبة فيها أقل حاجة 30 جرام بروتين، يعني زي هاي الوجبة حتكون فيها تقريبا 35 جرام بروتين، بالتالي كتير وجبة مناسبة ومشبعة. حنضيف عليها الصوص الأحمر، حنسويه مع بعض. حضيف ملعقتين من معجون الطماطم، يفضل يكون انتم بتسووه من البيت، ولكن انا ما كان عندي وقت اني اسويه فاستخدمت الجاهز. حنضيف كمان فصين من الثوم المهروس، كمان ممكن نستغني عنه ولكن بزيد انه الوجبة تكون اكتر قيمة غذائية واكتر لذاذة. حنضيف البهارات، عندنا فلفل اسود وملح وكمان بابريكا وحبهان مطحون. نحرك كل المكونات مع بعض، وحنضيف شوية من المية علشان القوام يكون سائل والوصفة تستوي بطريقة اسرع.
بعد ما نحرك الصلصة مع البهارات حنضيفها على صينية البطاطا والبتنجان اللي عملناها. بحاول قدر الإمكان أسهل لكم الوصفات علشان ما حدا يتغلب وتكون بسيطة ومتوفرة في كل بيت. فالوصفات كتير بسيطة ولذيذة، وهاي بالذات من أكتر الوصفات المقربة بالنسبة إلي وكتير بحبها، فلازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. حندخلها الفرن على درجة حرارة 180، حتقعد تقريبا 35 دقيقة، وبعد هيك نحمرها شوية وبتكون جهزت ألذ وصفة معانا كتير زاكية، والأهم إنها مشبعة وفيها نسبة كتير حلوة من البروتين. حناكلها بدون خبز، فقط نكتفي مع السلطة لأنه فيها مصدر النشويات اللي هو البطاطا، فما حنزيد من مصادر النشويات. ولكن لو حتاخدوا نص الكمية ممكن تاخدوا معاها كمية صغيرة من الخبز لو أنتم بتحبوا، ولكن هي حتكون كتير مشبعة ولذيذة بدون نشويات عادي. نتعود شوية إنه ناكل أكلنا بدون خبز، يعني ناكل خبز ولكن مو بكل وجبة ومو بكمية كبيرة زي ما احنا متعودين بالعادة. ضفت معاها خس وكمان مخللات اللي هو اللفت والجزر، وبهيك صارت وجبة الغداء جاهزة. ما أخذت وقت بالتحضير ومشبعة وصحية وعالية البروتين ومفيدة كمان، وما استخدمنا أي نوع زيوت مهدرجة أو حتى زيت الزيتون، فقط اكتفينا بالدهون الموجودة باللحمة المفرومة. وبالنسبة لتمرين اليوم فكان من البيت، أخذت فيديو من اليوتيوب حكتب لكم إياه بالوصف وعملته خلصته، كمان مشيت تقريبا 30 دقيقة، وهذا كان نشاطي لليوم. وبعد التمرين بلشت بوجبة العشاء، وكان بعد 4 ساعات من الغداء. فاستخدمت جبنة بيضة، هي مسميها إحنا جبنة بلدية، لكن في مصر بسموها جبنة قليلة الملح. قطعتها وحضيفها على الساندويش، فقط حكتفي بكمية تقريبا 80 جرام. حضيف معاها مخلل الباذنجان أو لو عندكم مقدوس بيكون كتير زاكي معاها. كمان حضيف شوية من زيت الزيتون، وهذا هو الساندويش. أكيد هذا المفضل عنا كلنا، فكتير بسيط وكتير زاكي. ممكن نضيف زعتر أو أي حاجة تانية إحنا بنحبها. ودائما بذكركم إنه الدايت ما في حرمان، ناكل الوجبات بتوازن وبكميات مناسبة إلنا. يعني هاي اليوم أكلنا 3 وجبات رئيسية كتير زاكية وكتير مشبعة، وبنهاية الأسبوع إن شاء الله حنشوف نتائج كتير حلوة. فإيش بدنا أكتر من هيك، أو إيش بنستنى علشان نبدأ؟ فلازم تبدوا تكتبوا لي في التعليقات قد ايه خسرتوا من الوزن من لما بلشتوا. وبهيك انتهى يومنا، وهذه كانت وجبتي، ضفت معاها شوية برتقال وجزر وأكيد شاي. وهيك انتهى يومنا. أشوفكم بفيديو جديد ووجبات جديدة. لا تنسوا تعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو عشان نستمر، وتشتركوا بالقناة. مع السلامة.